وبعدين ابوهم ده التوراه اللي بتحكي برضه قال لعيسو بقول لك ايه يا عيسو، اطلع كده اصطاد لي صيده كده من البريه وخلي امك تسلقها لي كده ولا تشويها لي، وانا ما بشوفش دلوقتي خلاص عشان اكل كده واتبسط وباركك يعني امنحك النبوه. قال له ماشي وطلع. امه بقى مين اللي صعبان عليها؟ الواد الغلبان الصغير يعقوب، هو مش صغير ولا حاجه، هو قده. قالت له بص يا يعقوب انا ذبحت الذبيحه اهو وعملتها لابوك، اخوك لسه بقى ما يصطاد بقى. وكانت معزه وخدت الشعر بتاعها هحطه على ايه جسمك كده هلزقه لك، خش بالاكله دي لابوك. ده خليه بقى انا جبت لك الاكله والبتاع. قال له ما بيشوفش بقى. قال له يا اخي انت صوتك صوت يعقوب بس انت عيسو. قال له يا بابا باركني بقى واديني النبوه. فاكل واداله النبوه. خلاص طلع بقى. جه عيسو بعد شويه معاه الصيده اللي اصطادها من البريه. قالوا له ده اخوك دخل يعني لابوه. قال له انا جبت الذبيحه. قال له ذبيحه ايه؟ ما انا اكلته وخلاص. الله دول ضحكوا عليا بقى ولا ايه؟ يعقوب سمع الكلام ده هرب وراح عند خاله واتجوز اختين وخلف شويه عيال كتير. وبعدين الحنين بقى عايز يرجع، فاخوه مستحلف له انه لو شافه هيموته. فهو راجع. ده برضه التوراه اللي بتقول عشان ما يقعدوش تقعد تاني يوم الصبح الاقي الجراد عماله تهلل بالعبط بتاعهم ده. يبقوا افتحوا الكتب وشوفوا اللي فيها. فربنا يهوى الهيم ادوناء ماليبة اسم عندهم اتجسد له في صورة راجل وهو راجع بقى في السكة وقعد يتنازع معاه. راحوا متخانقين مع بعض.